البرزنتيشن قبل الكوتيشن. يعني قبل ما اقول لحضرتك يلا نخرج لازم اعمل برزنتيشن حلوه. يعني قبل ما اروح اتقدم لواحده يعني لازم البس بدله حلوه. يعني لازم قبل ما اقول لكلاينت يلا اديني 100,000 لازم اعمل له برزنتيشن حلوه. فالبرزنتيشن قبل الكوتيشن، فاتعب جدا 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 في البرزنتيشن، هتبقى الكوتيشن سهله جدا 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 جدا. في كل حاجه في حياتنا بقى، لو انت عايز تيفالويت نفسك بكاتيجوري معينه وتحط نفسك في حته معينه، اشتغل على نفسك فشخ، هين نفسك. لو انت عايز جسمك يبقى حلو قوي واد فورمه وقد الدنيا، موت نفسك في الجيم، روح الجيم كل يوم. انتوا عارفين انا سمعت كده معرفش ان سيلفستر ستالوني مثلا كان بيروح الجيم مرتين الصبح وبالليل، في حاجه بيروح الجيم مرتين في اليوم. هو انت عايز توصل لنتائج مختلفه، اعمل اتشيفمنتس مختلف واشتغل على برزنتيشن حلوه قوي. حط كل المجهود وكل الافورتس اللي خلقه ربنا وبكل ما اوتيت من قوه في برزنتيشن جامده جدا جدا جدا، عشان الكوتيشن يبقى سهل جدا جدا. في هرم كده في السيلز او السيلز سايكل بتقول لك لازم اعمل ايه؟ ايس بريك، فاكت فايندينج، كومباني انترودكشن، برودكت نوليدج، اند ذن سيل ستوري اند ذن كلوزنج. الكلوزنج ده هو اقل حته في البرزنتيشن، هو اقل وقت في البرزنتيشن، هو اقل مجهود في البرزنتيشن. لو انت ما عملتش كل اللي فات ده بوقت كتير جدا وخدت فيه مجهود كتير جدا، لو انت ما ذاكرتش كويس جدا 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 مش هتنجح، هتسقط. فسيمبلي البرزنتيشن كده.